يعني أنا محاضرة قبل أن نعض أنا طلعت ليش؟ لأن كلام الدكتور محمد حقيقة شدني. تكلم معي أوروبي ولا طبعا الأوروبيات أنا كرجل يمكن ما أقدر، لكن زوجتي الله يخليها لي قول أمين ويمتعني برضاها قول أمين، لأن يمكن تشوف يا رب وفقهم عبد العزيز عشان إذا رجعت تونسي زين. تتكلم انجليزي، ما اذكر تكلمت مع اخوات مع اوروبيات ولا يابانيات ولا صينيات اللي يتاثرون ياخذون رقمه ويعطونها يتبادلون ارقام. اما الرجال علي والله رغم ان الانجليزي عندي انا هاف اند هاف، ما انا ما شاء الله مثل محمد ولا عارف جلفاره، لا انا الانجليزي عندي 45 50%، لكن مجرد يقعد بجنبي اوروبي بس اتكلم معه هاو ار يو وير از كنتري. مره سالت لي واحد بجنبي بريطاني ايطالي رايح للبحرين من دبي، فقعد بجنبي وايش عندك لدبي؟ البحرين قال زياره، قلت يور وايف اند شيلدرن في البحرين؟ قال يس، قلت هاو شيلدرن كم عندك؟ قال 2، قال يو، قلت 6، قالوا واي يقول لي 6 وش تسوي بهم؟ قلت ابيعهم في البقالات يا اخوي. قلت انت مستغرب؟ قال لي 6 عندك وانت توك صغير شاب؟ قلت ابشرك بشاره ثانيه. قال وش؟ قلت ابوي عنده 15. والله استغرب. قلت انت مستغرب؟ قلت كينج سعودي عربي الملك حقنا الله يرحمه العزيز عنده 45. وصرخ بالطياره، اللي في الطياره قاعدين يناظرون حسبونا عمليه ارهابيه وش ذا؟ استغرب. قلت لا هذا الاسلام تكاثروا سواليف شويه. طبيت المطار حق البحرين راح يركض ينادي زوجته وعياله 2 كمان يقول سلموا على هذا الرجل، هي از بالانجليزي رجل مضحك، هي از فاني مان. لان واحد الله يهديه جاء سواق الشيخ في ابو ظبي ياخذني العام واروح افطر عندهم هناك، والقي كلمه في السواق الهندي قعدت انكت عليه في الطريق واسولف معه حق التشريفات. فيوم وصلنا عند قصر الشيخ قبل لا ينزلني قال صديقنا ابغى يقول كلمه. قلت تفضل. قال والله انت مسخره. والله ما تستحي. اي والله استغربت. افرض عيف يقصد الشيخ زايد قال لا يا شيخ سليمان ترى يقصد انك يعني رجال تضحك. كنت مسخره هذه بالكويت. فانا استغرب اقول رغم اننا يا اخوان والله الله يجعلنا نضحك بالجنه قول امين. والله يا ديننا فيه رحابه عجيبه، بس حنا كما قال الله يرحمه الشيخ الشعراوي يقول ما وقفنا الا على شاطئ البحر حق البحر. الاسلام بحر، مو استغفر الله اسف محيط، لكن احنا تونا واقفين على الشاطئ. شوف لما يوقف عند الشاطئ يدخل بس رجلينا الى نص ساقه ولا ركبه ولا هو محيط عظيم.